بتعرف انه مدينة جبال هي اللي خلت العالم كله يكتب ويقرا؟ يعني لما تزور جبال بلبنان انت مش بس عم تزور مدينة سياحية، انت واقف بمكان غير تاريخ البشرية. لهيك اليوم رح دلك على اهم المحطات السياحية اللي فيها لتحس بقيمة المكان اللي انت واقف فيه. اولا القلعة، تكلفة الدخول تقريبا $1.50 للبناني و4.5 للزوار العرب. اول ما تفوت في متحف صغير فيه حجر منقوش عليه الابجدية الاولى، وهون بتشوف بعينك كيف بلشت فكرة اول حرف والابجدية اللي انتقلت بعدها لكل البشرية، وبتشوف كمان مشغولات حرفية واثار فينيقية. وبالساحة الخارجية المكان واسع، بتشوف آثار نقوش وأدراج نزلة تحت الأرض، بالإضافة للأعمدة الرومانية المطلة مباشرة على البحر. ثانيا السوق القديم، السوق عمره أكثر من 100 سنة وبعده محافظ على شكله التراثي، وهون بتحس إنه التاريخ عايش بين الناس مثل الأبجدية اللي بلشت بهالمكان وكملت حياتها. رح تشوف محلات بتبيع صابون ومشغولات حرفية، مواد غذائية، وكمان حتى سوفينير. وبين المحلات في متحف للمتحجرات كتير مهم تشوفه، بيعرض أحافير أسماك من ملايين السنين. ثالثا أماكن العبادة، المدينة فيها كذا كنيسة تاريخية، وأهمها كاتدرائية القديس مار يوحنا من العهد الصليبي، وجنبها في جامع السلطان عبد المجيد الأثري. مشهد بسيط بس بيعكس كيف جبال كانت دايما مكان للحضارات والثقافة ومهد للأبجدية والتعايش. رابعا البيوت التراثية، جرب تتمشى بين الشوارع القديمة، رح تشوف بيوت حجرية وأبواب خشب عتيقة، والمنطقة مزينة بالزهور والطبيعة الحلوة. كل حجر وكل باب قديم كأنه حرف من قصة جبال، بيخليك تحس بروح المدينة ودفاها من دون ما تحكي ولا كلمة. خامسا الميناء، لازم تختم نهارك بميناء جبال وتشوف القوارب الصغيرة حد البرج الحجري اللي بعده واقف شاهد على التاريخ. لأن لما توقف هون انت مش بس بمكان سياحي، انت بالمكان اللي انطلقت منه الأبجدية وانكتب فيه أول سطر من قصة الحضارة.